السلام عليكم. اللي بيشوف الفيديو ده دلوقتي اتمنى منك تشوف الفيديو للاخر، لان الفيديو مليان حاجات مهمة جدا جدا جدا. طبعا في حملة القبض على تيك توكر تم القبض على 5 افراد النهاردة من التيك توكر، واولهم نعمة ام ابراهيم. الست دي اول ما قبضوا عليها قالت لهم انا شقيانة على الواد برهومة واخواته، وانا انسانة غلبانة بعمل فيديوهات اكلات على تيك توك، وكل اللي يشوفني طمعان فيا وعاوز مني فلوس، فاكرني بكسب كتير. حتى صاحب البيت من فترة طلب ايجار اعلى ومشيت، ما عملتش حاجة غلط وفيديوهاتي مضحكة. ودي تاني تيك توكر من اللي اتقبض عليهم. انا مش عارفة الحقيقة اسمها ايه او بتقدم محتوى ايه، بس الاكيد ان هو محتوى غير هادف او سائد الذوق العام. وتالت تيك توكر اتقبض عليه هو مونلي، كان على علاقة تقريبا بسوزي او صحاب، مش عارفة، مش قادرة احدد بالظبط، بس هم قبضوا عليه علشان في الفترة الاخيرة كان على طول مع سوزي، و في الموضوع يعني ان هي اتقبض عليها بسبب غسيل الاموال، فهو كان في الفترة الاخيرة معاها، فعلشان كده قبضوا عليه. ورابع حد تم القبض عليه هي البلوجر لوليتا، انا معرفهاش الحقيقة. القبض على البلوجر لوليتا في التجمع الاول بتهمة نشر محتوى خادش للحياة. فيعني انا احيي بصراحة الحملة اللي هم بيعملوها، انه بيجمعوا كل التيك توكر اللي يعني بيعملوا فيديوهات مش مفيدة وفيها نشر محتوى خادش للحياة، بحييهم الصراحة. اما خامس حد هو لوشا، انا برضو معرفش مين لوشا ده، بس هو له علاقة جامدة جدا بأم ساجدة، وطبعا احنا عارفين أم ساجدة واسمها اتقال كذا مرة علشان خاطر موضوع تجارة الأعضاء. طيب ايه علاقة لوشا بأم ساجدة وليه اتقبض عليه؟ ما هو في ناس كتير يعرفوا أم ساجدة، لان لوشا كان يعرف ام ساجدة من زمان ومن قبل ما تتعرف، ويعرف تفاصيل عن حياتها. حتى هم قالوا بعد كده انه هو له علاقة او ان هو يعرف تفاصيل عن تجارة الاعضاء اللي ام ساجدة متورطة فيها. ويقال كمان انه كان بيقابل الشباب اللي ام ساجدة كانت بتتفق معاهم علشان بيع الاعضاء او بيع الكلية بمعنى ادق. فلوشا يعرف اكيد تفاصيل كتيرة، علشان كده اتقبض عليه. اما بالنسبة للفيديو اللي جاي ده فمهم جدا جدا جدا، ياريت تسمعه قبل ما تقفل الفيديو. بس قبل ما تشوف الفيديو اتمنى منك لايك وكومنت برأيك وسبسكرايب للقناة، علشان الفترة الجاية ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات مهمة جدا. ويلا بينا نشوف الفيديو. اتفضل انا يا عايز حضرتك. اعرف انت تعرفي مروه دي قبل كده ولا يعني اكتشفتيها على السوشيال ميديا؟ لا، ما اعرفهاش والله قبل كده، ولا كنت اعرف اي حاجه تخص موضوعها حتى القديم. مم. انا بس اكتشفت كده، لقيت حد منزل فيديوهات بيقول تجاره اعضاء، وابراهيم مش ابراهيم، وهبه لو هتقدر تروح تعيط عند المقابر هننزل وهنعمل. فانا مم. سبتها عادي، قلت في ناس كتير بتنتقدني ما اتكلمتش حاجه، لحد ما طبعا ببص لقيت بقى الفيديوهات بقى نازله بتقول اصل ابراهيم بيع كليته، والكلام ده طبعا مش صح. اخر مسح زري معايا ابراهيم كان الورم اصلا داخل في الكلى والكبد، وكان باين جدا اصلا في المسح الزري، وهو ما كانش في الشارع ولا كان بيتعالج في البيت، ده كان بيتعالج في مستشفى عسكري. لكن عرفت ايه؟ قبلها ابراهيم ما كانش عنده اي حاجه ولا دخل عمليات ولا الكلام ده كله، عشان لو انا نشرت بالفعل المسح الذري ده كان في تعليقات ان هو عمل العمليات التبرع دي قبل المسح الذري وقبل الاصابه. لا طبعا، لا، هو ابراهيم اصلا عمره في حياته ما عمل اي تبرع ولا اي حاجه. هو في بدايه تعبه كان بيتمرن عادي وكان دنيته كويسه، جاله تعب زي تعب البواسير كده، فروحنا الدكتور الله لا يسامحه قال ان مم. العمليه دي ان هو محتاج يعمل عمليه البواسير ويبقى مم. كويس وكده، فدخلنا عملنا العمليه بتاعت البواسير على اساس ان هو يبقى كويس. مم. بعد كده طبعا فضل ينزف شرج شديد، مم. فضلنا نلف على دكاتره كتير، رحنا الدكتور وائل جبريل اللي في في مدينه نصر. مم. رحت له، كان راجل محترم طبعا. اول ما شافه قال لي بصي انا مش شايف ان ده طبعا الوضع اللي بتحكي فيه ده مش بواسير خالص، لازم نعمل اشعه على المستقيم. فروحنا مم. عملنا اشعه على المستقيم، بينت ان في ايه، نسور وفي ورم ورا فتحه الشرج. وان الورم ده طبعا لما حصلت عمليه بقى الورم شكله مش كويس، مم. فطلب مننا نروح لدكتور اشرف امين نعمل عنده منظار. رحنا طبعا لدكتور اشرف امين. ابراهيم كان طبعا هو شخص متعلم وكل حاجه، هو دي منظار بالنسبه له عمليه، راجل بيتخدر وبيدخل بيتاخد منه عينه. هو ده اللي حصل. رحنا لدكتور اشرف امين خد منه عينه من الورم وديناه عند ايليا اسحاق. كل مم. الاسامي بقى اللي بكلمها لك دي، شوف يعني انا اصلا رايحه اكتر اماكن يعني بروفيشنال في البلد. رحت مم. لايليا اسحاق وديت العينه اتحللت، وبعد ما اتحللت طبعا طلعت كانسر. مم. فابراهيم عمل الفيديو بقى اللي هو كان مثبته عنده على الصفحه، انا كنت حاسس ان انا مش كويس وكنت حاسس. طبعا مم. مشينا نعمل ايه يا دكتور، قالوا لي روح للدكتور محمد ندى. دكتور اشرف اداني دكتور محمد ندى قال لي روحي له. رحت للدكتور محمد ندى. ايه يا دكتور، تحويل مسار دايم.
طيب يا ابراهيم نعمل؟ لا. مم. روحوا للدكتور اشرف الزغبي، رحت للدكتور اشرف الزغبي بالاوراق، يا دكتور راح قالوا لنا لا تحويل مسار دايم. المهم ابراهيم كان رافض ان هو يعمل تحويل مسار دايم عشان حوار الكوره، ان هو طبعا كده حلمه اتقضى عليه، كان مم. مقتنع ان هو ياخد كيماوي او ان هو يكمل يعني في العلاج الكيماوي هيبقى كويس. رحنا طبعا مستشفى القوات المسلحه اللي هي في المعادي. رحنا هناك اللي ماسك الفرع بتاع اللي ماسك مم. المكان بتاع الاشعاع دكتور عبد الحليم محمود، مم. رئيس المكان. قال له احنا هناخد اشعاع مع زيلوده معزز بزيلوده هتبقى كويس يا ابراهيم. مم. رحنا خدنا كيماوي وخدنا الاشعاع 30 جلسه 30 يوم شهر رمضان، كنا قاعدين هناك. بعد ما خلصنا مم. طلبوا مننا مسح ذري. مم. المسح الذري اللي عملته باين بقى ان الورم لا يستجيب ولا بيقل مم. ولا بينتشر، كان لسه ما بيتحركش. تمام. رحنا لدكتور تامر النحاس. دكتور تامر النحاس قال لي لا الدنيا بسيطه ولازم بس يمشي على كيماوي وريد مش كيماوي زيلوده. مم. فطبعا كانت ساعتها كنا لسه طبعا عارفين على الاستاذه وفاء عامر، طبعا هي راحت بقى ابتدت تسعى عشان كان الاول الناس مش مصدقه ان ابراهيم تعبان عشان شعره ما كانش بيقع. مم. رحنا طبعا خدنا طب ايه يا دكتور نمشي على جلسات، كان بيروح طبعا ياخد الجلسات، وكان في الفتره دي بيطلع لايفات وكان بيجي دعم من اللايف وكان بيطلع على طول عشان ما كناش طبعا كماديا كان مم. الدنيا مش احسن حاجه. مم. فضل لحد ما خلصنا اخر جرعه. بعد ما خلصنا اخر جرعه رحت طبعا بقى بالمسح عمل مسح ذري، مم. استنينا نتيجه المسح الذري. التقييم بقى، مم. التقييم ده بقى اللي باين ان الورم بعد ما كان ما بيتحركش بقى شرس، بقى مم. بيتحرك وبيتحرك بسرعه رهيبه. مم. فباين بقى انه ابتدى يتحرك، وكان اول حاجه اتحرك لها جنب الشريان الاورطي. والناس اللي بتقول انا اشتريت تربه، اصل هو كان عنده تربه وانا عايزه منظره وعايزه سيشن اتصور فيه. انا قسما بالله هم ثلاث حاجات اللي طلعوا من التربه، واحده مش انا اللي مصوراها اصلا، انا كنت قاعده على الارض وحد مصورني، وهو فيديو وحيد بس للناس كانوا ماسكين ابني الطفل يقولوا ده ما شفناهوش بيعيط على باباه دمعه. ده اللي انا الفيديو الوحيد اللي صورته، وندمت ان انا صورته من كامل الانتقادات. انا صورت ابني قلت لهم ادي ابني اللي انتوا بتقولوا ان هو مش موجوع على باباه ولا مش فارق معاه ومادي زي مامته اهو، وانا لو ماديه مش هروح اشتري باخر جنيه معايا ترب. قالوا انت مم. حلمتي وانت مش متنبئه. لا انا مش هو متنبئه. فعلا انت يعني انت ناس كتير بتتهمك الاتهام دوت. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، انا اه. انا لما جبت الترب، اه. اما جبت التراب قبل ما يتوفى وكنت بقول له، هو كان عمال يزن عليا ان انا اجيب تراب، وانا مم. كنت عماله اجل عشان انا كنت بص مستحرمه اصرف اي جنيه في اي حاجه تخص بعيد مم. عنه. طب مم. هم انتقدوني على حته الميك اب، طب انا الميك اب ده كنت بنزل شغل عشان اجيب 2000 جنيه اكل بيهم ولادي عشان ما اخدش من فلوس علاجه جنيه، ما مم. نقصت من فلوس التبرعات جنيه. مم. عملت ايه؟ رحت حلمت ان هو توفى وان انا ما فيش حته ادفنه فيها. مم. فصحيت هو كان قايل ان هو عايز يجيب تراب، رحت ايه ايدت فكرته. مم. قلت له ممكن امي انا بكره تتوفى، ابويا يتوفى، مش مم. ما قلتلوش ان هو ليك طبعا، لان انا لو انا بقول ليه مش هبقى بعمل كل الناس اللي بتقول هايفه راح تجيب تورته وراح تجري بيه وترقص له وتغني له وتعمل له، طب ما انا بعمل كل ده عشان نفسيته. مم. فانا ما جبتش التراب عشان احبطه. يوم الوفاه نفسها الصبح انا ما كانش معايا وكنت لا املك. مم. وعايزه اقول لك على حاجه، احنا كان في مصاريف كتير جدا عشان يخرج اصلا الجثمان من المستشفى، مم. ولكن وانا واقفه انا عملت ايه؟ انا بقيت اقول لمامتي كلمي الراجل، كلمي الناس بتوع التراب، انا مش هاخده. اصل انا سالت الجماعه وهم نفسهم مش مؤنكرين ده، حضرتك عندك ما عندهمش تراب، فقالوا ان هم هيدفنوه عند الجيران. هل مم. بعد ما عاش، انا هسالك سؤال يعني، هل بعد ما عاش يشحت علاجه هروح ادفنه عند الناس؟ هل ده مم. يعقل؟ مم. بس ده اللي انا عملته. هم قالوا غلط، كل اصحابي كلهم ما كانوش مؤيدين فكره ان انا اشتري تراب، كلهم قالوا لي اي جنيه انت ساندة عليه عشان ولادك سيبيهم هم يدفنوه بمعرفتهم، حتى يدفنوه عند الجيران مش مالناش دعوه. قلت لهم انا مش هسيبه مم. زي ما هو، يعني انا لاخر لحظه زي ما بداتها معاه هفضل معاه لحد الاخر. بس فانا صحيت لقيت نفسي بعد ما كنت ست الناس كلها بتقول هبه ست عظيمه وست كويسه وست جدعه وبنت اصول، بقت هبه ست شريره. ومش مشكلتي غير ان هم عايزين يشوهوا قصه حب انا، مم. ان انا كده هو جوزي ما كانش بيحبني وانا كنت معاه عشان اعمل. طب انا معلش انا متجوزه جوزي ده من 2016 في اواخر 2016، هل انا عشت السنين دي كلها وجيت دلوقتي خلاص مش قادره؟ طب ما انا متجوزاه اصلا في الناشئين، يعني انا متجوزاه من اول ما حياتي معاه وهو يعني فاهم قصدي ايه، واحنا مم. بادئينها من تحت مع بعض، ما كناش اغنياء ولا كنا. بس وقالوا الشقه هبه عندها شقه في بكام مليون، انا الشقه اللي قاعده فيها دي ب 650,000 جنيه ولسه عليها فلوس، مم. والبلد كلها عارفه ان هي لسه عليها فلوس وعقدها موجود ومحطوط في المحكمه. مم. يعني انا لا املك ملايين ولا الكلام اللي بيتقال ده، لان انا فعلا انا قمت من صدمه على مصيبه على بلاء. ما لو بفكر بقى ساعتها في فلوس، ما انا اقول مثلا 200 او 50,000 جنيه دول انا عيالي اولى بيهم، لا، ومعلش هو اللي حصل. هم لما قالوا ان انت تملكي ملايين والكلام ده كله، هم قالوا ان انت تملكي ملايين بناء على تبرعات اللي جت طب ما انا في طلعت مع الفتره استاذه بسمه الاخيره. وهبه، اه. مش انا طلعت مع استاذه بسمه وهبه وقلت معلش هو انا البلد دي، هو انا اقدر مثلا انكر ان حد اداني جنيه في البلد؟ ما اللي انا هنكر ان هو اداني جنيه هيطلع يقول لك لا انا اديتك صح. تمام. انا طلعت وقلت مين اداني فلوس؟ قلت دكتور وسيم يوسف ده هو اللي منزل تويتر مم. قال انا عايز اوصل لابراهيم شيكا، مم. وفعلا اما وصل طلع هو الحلقه وقال لي ال 250,000 جنيه انا مديهم. هو ما كانش قصده ليا اللي هو ليا انا كهبه، مم. هو قال لي ال 250,000 جنيه دول تدفعي بينهم ايجار وتجيبي لاولادك لبس واكل وشرب ومش عارفه ايه، اللي مم. هو فاكر ان هو كده بيساهم بمبلغ في المرحله اللي احنا فيها. ده مم. بناء طبعا ان هو كان بيكلم حتى الشات ما بيني وما بينه. هو انا اقدر مثلا العب زي ما هم بيقولوا في الحقيقه، لكن اقدر العب في شات على الواتساب من يوم الموقف اللي حصل بيني وبين الراجل لما كان بيدور على ابراهيم، وابراهيم مسجل له ريكوردات لحد ما ابراهيم توفى وقال البقاء لله. نفس الكلام مع الناس كلها، مع استاذه وفاء عامر لما قالوا انت تعبتي مثلا بالكلام من اول ما قلت لها ده ابراهيم تعبان وحالته صعبه وابراهيم كذا كذا، وهي كانت ببعت لها المسح الذري تبعته وتجيب لي رد من الدكتور وتقول لي اجمدي نفسيته كل ده بتواريخ معايا على الواتساب بتليفوني وتليفون ابراهيم. فانا كل ده كوم وكل ان انا اتقال لك اصل هبه لما انا طلعت وقلت مع بسمه وهبه ما خدتش غير من الدكتور وسيم يوسف 250,000 وخدت من محمد رمضان 250,000، ادي كده 500,000 جنيه. 500,000 جنيه طلعت، عارف انا طلعت على اللايف حتى الريسيتات كلها بتاعت المستشفى اللي انا دافعاها اخر شهر من فلوسي انا بعيد عن الفلوس اللي بتدفع في المستشفى من الناس، مم. وريتهم قلت لهم انا
انا مش رامياها على الناس. اللي كان بيدفع مره، يعني انا قلت استاذ سامح حسني مثلا بيدفع مره، كان كابتن ممدوح عباس بيدفع مره، انا مم. كنت بدفع الثالثه. مم. مم. بدفع الثالثه لان انا بعالجه في مستشفى يعتبر اكبر مستشفى في مصر، فطبيعي ان انا لازم ابقى عامله حاجه. لو كنت بطلع اللايف اي جنيه بيجي من اللايف كنت بحطه، بطلع اللايف اي جنيه بيجي كنت بجيب بيه مسكنات، كنت بعمل كده. هي دي بقى الفكره، ان انا طلعت اصلا في 50000 مكان قلت كده. قالوا لي اصل انت طلعتي لايف بعد ما هو توفى وجمعت. طب ما انا لو معايا فلوس، طب منين انا بقى لو انا معايا فلوس زي ما انتم بتقولوا وجمعت اللي جمعته وقاعده، طب ما ايه اللي هيخليني اطلع لايف؟ طب ما انا كنت خدت بقى الفلوس واختفيت وصرفت على ايه واكلتهم وشربتهم، بدل ما اطلع انا على اللايف واقول اصل انا جات لي جلطه في رجلي غصب عني، دي حاجه لا اراديه وعكه صحيه وبقيت تعبانه وعشان اروح اعمل علاج طبيعي واودي ابني مدارس واعمل وادفع لحماتي 100000 جنيه بتوع ورثها واروح لها وهي ما تقدرش تاخدهم، وعشان خاطر طبعا صناع المحتوى اللي ربنا لا يكرمهم دنيا ولا اخره اللي دخلوني في الرجلين ودافعوا عليا من ايمانهم محدش يعرف حاجه. ما انا عايزه افهم الناس بتتهمني دي كلها في دليل واحد ضدي. يعني هو الراجل نفسه لحد ما توفى بيدعي لي، لحد ما توفى الفيديو اللي انا منزلاه ما توفى بكام ساعه بدعت له رجله بيقول لي الله يسترك الله يديك الصحه الله. يعني هو نفسه يعني انتوا بتتكلموا في ايه؟ قالوا مسح زري. طب ما المسح الزري اهو المستشفى الجوي، هو انا ما كنتش بعالجه في البيت. مم. امال لو كنت واخداه بقى لما الدكتور قال لي اقعدي بيه في البيت يا هبه بقى مم. وخرجيه وفسحيه وعيشيه اخر ايام، وخدته وقعدت في البيت، كانوا قالوا عليا عملت فيه ايه؟ مم. لما انا ما سبتوش لحظه وهو نفسه كان بيحبني وانا بحبه، ما فيش بيني وبينه اي حاجه، بالعكس سند وظهر في بعض في كل موقف حتى لو صغير. فاهمني؟ فانا لقيت الموقف اتطور جامد قوي، وانا كده كده واخده زي ما قلت لحضرتك، واخده يعني اجراءات قانونيه وماشيه مع المحامي ومستنيه بقى اشوف. انا بص هطلع ارد اقول ايه تاني؟ يعني احنا مش بنتكلم بقى، مش بنشتم بعض، الموضوع دخل في اتهامات مم. اكبر اصلا مني. انا 27 سنه، انا لقيت نفسي مره واحده اتهمت بكل حاجه كونيه في الارض. طيب سؤال بس بقى، لما ظهرت مروة حسني مبارك، اه. انت لما هي طلعت قالت الكلام دوت اول مرة تقوله، انت مم. اكيد عرفتي. انا اول ما شفت الفيديو، انا شفت الفيديو اه تمام. فتحت لايف، تمام. فضحكت قلت ايه الكلام اللي بيتقال ده؟ انا فاكره ده كله ان ده بقى شغل ترندات. انا قلت ايه اللي بيحصل يعني؟ اصل الكلام ده ما هو انا ما اطلعش ارمي ناس مم. بمصايب من غير ما يبقى معايا دليل. رحت انا طلعت وقلت كلمتين، قلت حضرتك معاكي دليل ان في مصيبه بتحصل تروحي مم. رايحه بيه فين؟ على النيابه، مش هتطلعي على التيك توك. التيك توك مش هيعمل لك ايه مم. حاجه. فده اللي انا قلته. طبعا انا نمت صحيت مم. لقيت البلد كلها والناس كلها جيراني والناس اصل بتقول كذا وبتتكلم بثقه ومش بثقه، مم. فلقيت الناس بتهاجمني اعضاء، واحنا كنا فاكرينك الست المثاليه ولا ما الواحد ما يامنش، وينزلوا صورتي ويقولوا الواحد ما يعيش مع واحده زي دي وكلام ويشتموني. فانا جيرانك. تعبت. مش جيراني بس، مم. جيراني وبيوقفوا ابني ده. ابني نفسه بيسالني، ابني اه نفسه بيتفرج على اليوتيوب ما بيقفلش اه. الشاشه من اليوتيوب. لقيته جه هو قال لي طب ماما بيقول ماما الحقي ده بيقولوا بابا ان انت بعتي كليه بابا وان بابا مش ميت بالسرطان وما كان بياخد كيماوي ليه يا ماما في المستشفى. هم شعره كان بيقول عليه يا ماما لما هو ما كانش بياخد كيماوي. قعد ابني انا عنده داخل على 7 سنين بس فاهم مستوعب. مم. طبعا فضلت اتهاجم. فانا رحت اصلا اوريدي كنت قدمت بلاغات من اول ما شفت الفيديو، ثاني يوم كنت مقدمه بلاغ. طب ما فطبعا حاولتيش البلاغ تتواصلي معاها؟ لا اتواصل معاها فين؟ هي اصلا هي اساسا كانت بتطلع بس بتخش اللايف عندي تفضل قاعده في الكومنتات. انا اللايف كان عندي بيبقى عالي فالكومنتات كلها بشوفها، فانا كنت بطلع ارد على قد الكلام وبقفل. ما كنتش بفتح اخر الفتره بقى لان انا كان هجوم بقى بسببها. بفتح لايف يقولوا لي اعضاء ومش اعضاء طب وكده يعني ده بكام، ما حصلش بينكم اي تواصل؟ حاولتي تفهمي ولا كنت منها اعرفها مثلا، اصلا ولا انا ما تساليها؟ كنتش اعرفها خالص. اه هي تساليها اصلا حتى جابت الكلام ده منين؟ لا ما انا بقى كنت رفعت بقى بلاغ بقى للنائب العام، فما ينفعش انا اخش اتكلم بقى خلاص. اصل اتكلم في ايه؟ هي بتغلط فيا انا كهبه. دي اه. بتقول لي هي مش بتغلط فيا، هي بتغلط في مؤسسه عسكريه كامله. هو مم. انا وديته في حته بعيده عن الدوله؟ فاهم قصدي ايه؟ مم. ما يعني هي ما قعدت في حاولتش البيت. تتواصل معاكي؟ لا هي ما كلمتنيش بالعكس. يعني هو اصلا كان في اطراف كمان في النص اصدقائها هم اللي يعني فاهم قصدي ايه؟ يعني مم. من بدايه الكلام كان في ناس اصلا هي تعرفهم واصحابها مم. بيشتموا فيا. برضه صناع محتوى يشتموا فيا ويغلطوا فيا ومش عارفه ايه. فلقيتها بقى بتطلع لايف وتقعدهم معاها مم. يغلطوا فيا تشتموني وهي تشتمني يقولوا عليا اوحش الفاظ وتقول لي انت فاكره لما انت اتطلقتي منه وفاكره لما كنت بتقعدي مش عارفه بتعملي. حسيت ان هي كانت معايا في بيتي. فاهم الكلام ده قصدي؟ حقيقي اللي كانت بتقوله ده؟ كان حقيقي لا طبعا بتقول يعني؟ ان انا كنت بضربه. يعني هل ده يقع لحضرتك يعني ان انا هضربه مثلا؟ اه. هي كانت بتقول كلام غريب. بص اللي هو تحس ان انا كنت فاكره ان في معلومه دي حاجه. اتطلقت منه ومش اتطلقت منه دي؟ لا هي ما بتقولش هي بص اولا هو حوار ان انا انفصلت منه دي، انا ما انفصلتش منه وهو تعبان مبدئيا ده خالص. اه. اي حد هيقول لك المعلومه دي تعرف ان هو كذاب ووشه عايز ريتش. انا ما مم. طلعتش منه تعبان. انا لما كان دكتور تامر النحاس الفتره اللي قبل ما احكي لك فيها ان هو يحصل فيه الانتشار ده، مم. انت لو وريتك انا الصوره لابراهيم انت هتقول ابراهيم ده اوريدي. لو انت كنت شفته عمرك ما كنت هتتوقع ان هو كده ما خفش. انا كنت فاكره ان احنا هنعمل مسح زري هنلاقي ابراهيم ده ما فيهوش في الهواء مم. بعد الدم الكيماوي اللي هو خده. كان صحته ابتدت تروق وكان ابتدى يخرج وابتدى يبقى تمام. وهوريك برده فيديوهات من عنده مع الصفحه لما كان بيعملها كان شكله عامل ازاي. مم. ولكن لما جيت انا اخدت وكنت بروح معاه المسح الذري وكنت بروح معاه الدكتور وبنزل معاه في كل حته ما كنتش بسيبه. بس كنا بعيد عن بعض. يعني هو كان في شقته اللي هو اشتراها دي وانا كنت فين؟ مم. في بيت اهلي. لما جه طبعا التعب شد عليه ولقيت الدنيا كده رحت جيت ايه اول حاجه الف ب رحت جيت عملت ايه؟ قلت له يا ابراهيم انا معاك. قعد يقول لي بجد وبتاع هو اللي كان غلطان معايا واهله عارفين ده والناس كل اصحابنا عارفين الحوار ده. ولكن طبعا انا ما ذكرتش الحوار لان الراجل في حق ليه اذكر هو عمل معايا ايه. وانا كده كده مسامحاه من كل قلبي. موقف البيوت كلها فيها مشاكل. لما جيت عرفت ان هو تعب ان هو في انتشار انا لما رجعت له وعن شرط لما رجعت له ابراهيم ما كانش يعرف ان هو جاله انتشار. مم. ما عرفش غير امتى بقى لما رحنا للدكتور احمد شكري حافظ هو اللي وقع بلسانه قدامه وقعد يقول ده بقره اللي في الكتف ومش عارفه ايه اللي في الكتف وايه. مم. وهو اللي قال. ولكن هي برضه طلعت قالت كلام كتير خاضت في عرضي. قالت ان ابراهيم كذاب، قالت ان ابراهيم ما كان هو اللي باع وانا مالي. واحد باع كليته وبص الاقي الفيديوهات بعد ما كانت بتقول الله يرحمك يا ابراهيم يا شيكا بقوا يخشوا ينزلوا صورته الله يرحمك كنت ماشي وراها كنت جلدول ليها كنت مش عارفه ايه وده ما حصلش. ما حصلش الكلام ده خالص ولا عمره اصلا يفكر. يعني الواحد اللي بيطلع يقول انا نفسي اعيش
انا عايز اعيش، انا نفسي اخف. كان بيصور بيخاف يغمض عينه طول الليل عمال يحلم ان يجرى له حاجه وان عياله مش معاه. لقيتها بقى بتقول كذا 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 وكذا. الناس بقى ابتدت تتقلب، وسبحان الله انا اول مره اشوف حد يعني اذا جاءكم فاصل بنبأ. يعني انا مثلا النهارده دخلت عليك وقلت لك ده فلان وفلان وفلان، طب فين دليلي؟ وانا هرمي الناس بالباطل واسكت؟ طب ما هي يعني عايزه مع احترامي يعني الكام، انا دلوقتي رحت، انت رحتي وما طلعتيش دلائل ولا طلعتي اي حاجه، استفدتي ايه غير ان انت سوقتي سمعتي واتكلمتي على الراجل الله يرحمه وقلتي ده هو قلتي ده هو بايع كليته، وقلتي ان هو مش عارفه ايه وكان عايز فلوس ومش عايز فلوس. هو عمره ما كان بيفكر اصلا في اي حاجه، ولا عمره فكر في فلوس غير لما تعب. ما كناش عارفين، ما كناش شغالين عشان فلوس اصلا، كنا طالعين بنقول ادفعوا. انا عندي 50,000 فيديو من 2022 انا بقول روحوا ادفعوا له في المستشفى، حاسبوا له على اللي هو بيتعالجوا، مش عايزين احنا فلوس في ايدينا. ده اللي انا كنت بقوله. لكن احنا هو ما كانش عايز فلوس. انت حابه تقولي ايه للناس باخر المكالمه؟ بص انا مش حابه اقول حاجه والله غير ان انا بجد يعني اللي بيحصل ده كتير. انا بس كل اللي مضايقني وحاطط في قلبي ان الناس تدعي لابراهيم. ابراهيم عمره ما يبيع حته منه، ابراهيم عمره ما عمل كده. ابراهيم عاش اتبهدل واتعذب واتظلم كتير في الكوره، ولما ربنا يعني ابتلاه بالمرض كان صابر وراضي عليه لحد اخر نفس فيه. كان نفسه يعيش لاولاده بس. لكن هو الله يرحمه ربه ويسامحه هو ضمن اخرته بالتعب وصبره على المرض وصبره على السرطان. هو ما عملش كده ولا عمره هيعمل كده. وحرام ان احنا نظلم حد ما شفناش عليه دليل بعينه. واعتقد انك فضلتوا تقولوا على الميديا اصبروا بس اما هي تتاخد ويتاخد معاها الادله وساعتها كله هيتظلم. انا ما عملتش حاجه، يعني ما عملتش اي حاجه. يعني بجد انا مش مصدقه ان انا اي حد ممكن يجي يقول كلمتين يتصدق ونمكن من عينينا كل السنين اللي فاتت دي. يعني اللي بعد من قدامنا من 2022 لحد ما ابراهيم توفى، كل رحله علاجه اللي موثقها صور وفيديوهات وكان بيعمل كل ده، في الاخر قلنا لا ده ابراهيم ما كانش تعبان. ابراهيم ما كانش تعبان كل السنين دي، ابراهيم ما كانش تعبان. يعني مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل وربنا هيجيب لي حق. انا عارفه واثقه في رحمه ربنا.